تفضل سيادة النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة الفرعية بالحديث. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، يعني أيام سعادة وأي مجهود ممكن أن يكلل في النهاية أن احنا نكون أمام التصويت على مسودة المشروع النهائية. أحيانا كنا في طول المدة من 7 سنوات من الفصل التشريعي الأول، وكنا حاسين ان في كل مرحلة من المراحل مشروع القانون ده ممكن يتفرمل وما يصدرش. الحقيقة انا مش بتوجه بقى بالشكر لسيادتك ولرئيس اللجنة التشريعية ولزملائي اعضاء اللجنة الفرعية، ولا بس لممثلي الجهات والهيئات على الجهد المبذول والطويل والمتواصل، الاغلبية اللي تكاتفت فيه مع الاقلية، لانه الدستور الاصغر احنا قلنا هنا ممكن نختلف في الاقتصاد وممكن نختلف في السياسة، ولكن مصالح مصر العليا، قوانين الحريات، قانون المشروعية الإجرائية، ده لا يمكن احنا نختلف حوالين دقة النصوص عشان نحط أعلى أشكال الضمانات، مش علشان حد يحسن تصنيفنا دوليا، ولكن علشان نحسن تصنيفنا محليا. الشعب المصري الشعب السيد في الوطن السيد، لما بنحسن حقوقه وحرياته وضماناته هي لتثبيت أركان الجبهة الداخلية. وانت بتخوض معركة إقليمية وحرب شرسة على الدولة المصرية، ولابد أن يتعالى صوت هذا البرلمان واحنا بنصوت بشكل نهائي على قانون الإجراءات الجنائية، رسالة للعالم وليس فقط للرئيس الأمريكي إن مصر أكبر من أن تفرض عليها أي شروط. مصر قوية بشعبها، مصر قوية بجيشها، مصر قوية بسلطتها، مصر قوية بتنوعها، مصر قادرة عن أنها تنفض عن نفسها غبار الماضي وتستشرف واقع وتتطلع أيضا إلى مستقبل. مصر كبيرة، مصر كبيرة بحضارتها وبواقعها. صحيح بنعاني، صحيح عندنا مشاكل، ولكن قادرين إن احنا نبني من رحم هذه المشاكل أمل للنهاردة مصحوب ومغزول بأمل لبكرة. ديت ليست جمل، ولكن دي معاني لابد على البرلمان وعلى السلطة التشريعية وهو بيضع دستوره الثاني قانون الإجراءات الجنائية إن يبقى عارف إنه لا نقبل الركوع أمام أحد. لا يمكن أن تفرض علينا معارك، نحن نختار الزمان والمكان لنختار معركتنا بإرادتنا المنفردة. مصر دولة مستقلة، مصر دولة حرة، ويتعين أيضا على الحكومة وعلى وزير الخارجية وعلى رئيس الحكومة إن هو يعلن موقف مصر بكلمات واضحة ضد هذه التصريحات العنترية الغير مسؤولة من الرئيس الأمريكي حوالين قناة السويس، قنوات السويس التي بنيت بدماء المصريين ودفع ثمنها وثمن تحريرها المصريون وقوتهم المسلحة. كل إمكانيات الدولة سخرت من أجل تحرير القناة والاستفادة من القناة، وإحنا بنبني قانون الإجراءات الجنائية مرتبط ارتباط لا يقبل التجزئة بقناة السويس وبكل مكونات هذه الدولة المصرية سيادة الرئيس. فلذلك كمان خليني أقول لحضرتك وأنا صدري منفتح على الجميع، أنا مش حابب إن يحصل تاني خناقة مع نقابة المحامين وشوية ويتفرض رسوم قضائية من غير قانون ومن غير مبرر، ونبص نلاقي احتقان ووقفات احتجاجية، وفي المقابل هنا تمسك من هنا وتمسك من هناك تحت مظلة الدستور وفي ظل حالة التفاهم اللي احنا عبرنا بيها جسور وتفاهمات كثيرة. أنا بدعو كل من أعلن عن رسوم من غير مقتضى، أوقفناها سنة 2016-2017 دولة الرئيس لما جدوا مشروع قانون، والنهاردة أنا بقول الناس مش قادرة. لا يمكن أن تتحول الرسوم إلى حائل مادي ما بين الإنسان واللجوء لقاضيه الطبيعي. أنا ما بحرجش وزير العدل، وإحنا بنسعد بمشاركاته وبآرائه وبانفتاحه وبصدر رحب، زي ما ساعدنا بمناقشات النيابة العامة، زي ما ساعدنا بمناقشات كل الجهات والهيئات ومجلس القضاء الأعلى وممثلي وزارة الداخلية بتنوعاتهم خلال جلسات مناقشة هذا القانون. عندنا فرصة وأمل، مصحوبين بصدور قانون إجراءات جنائية جديد هو استحقاق للشعب المصري لتحسين حياة الناس في قدرتهم على اقتضاء والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم. سعيد ان انا كنت جزء من هذا البرلمان،
سبقني الوزير محمود فوزي وبيتكلم ان هذا البرلمان من الجرأة بمكان وبزمان ان هو يواجه كل المسكوت عنه، وانه يصدر قانون المسؤولية التطبيقية ويعاند الزمن ويعاند التاريخ، وهو يصدر قانون الاجراءات الجنائية. احنا قادرين ان احنا انجزنا قانون العمل، ايضا قادرين على ان احنا نحسن البيئة التشريعية بتنوع سياسي حقيقي موجود هذا البلد، واحنا بتنتهي اوقاتنا في نهاية الفصل التشريعي الثاني، واللي بنتطلع ان مصر تستطيع بشكل حقيقي ان هي تبني ديمقراطية وتعددية سياسية حقيقية. سعدت ان انا كنت جزء من هذا المشروع بقانون. بشكر الاغلبية وبشكر الاقلية، بشكر هذا التنوع الموجود في هذا القاعة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيادة النائب ضياء الدين داوود.